استمرار 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 حتى تخفيض الأسعار حتى تخفيض الأسعار. أيها الأحرار يا أهالي قامشلو، اليوم لسنا هنا لأننا نحب الوقوف في الساحات، بل لأن الغلاء دفعنا إلى ذلك. لسنا هنا من أجل الصدام مع أحد، بل بحثا عن كرامة. لسنا هنا لنرفع أصواتنا عبثا، بل لأن صمتنا لم يعد يحتمل. نسأل بصوت واحد: إلى متى يبقى المواطن وحده يدفع ثمن الأزمات؟ إلى متى تبقى لقمة العيش أثقل من قدرة الناس؟ إلى متى يبقى الأمل مؤجلا؟ نحن أبناء هذا الوطن، من حقنا أن نعيش بكرامة، وأن تستطيع الأسرة تأمين احتياجاتها الأساسية دون خوف أو عجز، وأن يجد العامل ثمرة عمله. أيها الجمع الكريم، قوتنا ليست في الغضب بل في وحدتنا، قوتنا ليست في الفوضى بل في سلميتنا. اليوم نثبت أن الشعب عندما يتحد حول مطالبه العادلة يصبح صوته أقوى من كل الصعوبات. فليرتفع صوتنا جميعا، لا لغلاء يرهق الناس، لا لسياسات تزيد معاناة المواطن. نعم للعيش الكريم، نعم للعدالة الاجتماعية. ستبقى مطالبنا وسنبقى نطالب بحقوقنا المشروعة بكل مسؤولية حتى تصل رسالتنا. كرامة المواطن ليست مطلبا ثانويا بل حق لا يقبل المساومة. المجد لوحدة الشعب والكرامة لكل إنسان حر. والسلام عليكم.